السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل بس كده على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. الفيديو النهاردة يستاهل اللايك. تمام. هعمل معاكم روتين في المطبخ كده. عايزة انضفه معاكم تنظيفة كويسة. طبعا شايفين منظره، في مواعين والبوتاجاز مش نظيف والرخامة مش نظيفة. هغسل بس معاكم المواعين. تمام. تنسيش بقى تحطي اللايك، الفيديو يستاهل اللايك. معاكم انا الروتين ده عاملاه بالليل، قلت كده اتسلى معاكم وانا فاتحه الكاميرا. بشكر تعليقاتكم الجميله، بشكركم جدا الناس اللي بتعلق لي تعليقات حلوه. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. تمام كده. انا بصراحه يعني ما بسيبش المطبخ كده، بس لقيت بقى كان بالليل بقى طبعا والجو ساقع، كانت الساعه 12 تقريبا يعني. الجو كان ساقعه، وطبعا الشتا ده بيعلمنا الكسل بصراحه. فبقولك بقى ما تكسليش، لو وراكي اي حاجة افتحي الفيديو بتاعي واشتغلي. هو روتين كده بسيط في المطبخ. هننضفه مع بعض. تمام. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويعني قلت اسليكم، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. تمام. صلى على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو وراكي اي حاجة، في عندك مواعين، في اي حاجة مش نظيفة، ما نكسلش ونقوم نعملها اول باول. انا ما بحبش المواعين تتكوم عندي كتير. على طول والله بغسلها، بس انتوا عارفين بقى الولاد وطبعا والمطبخ. المواعين بتولد يعني. كملي معايا الفيديو، لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك. بشكر جدا القنوات اللي بتدخل لي وبتعلق لي. ربنا يجازيكم كل خير، وان شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوه، وقنواتكم تبقى اكبر قنوات في الدنيا ان شاء الله. والله قنوات جميلة جدا وتستاهل كل خير، وربنا يكرمنا جميعا يا رب. ده اول روتين اعمله معاكم في المطبخ يعتبر. انا كنت بعمل روتين سريع اللي هو افتح الكاميرا وما بغسلش قدامكم. بس بصور في الاول وفي الاخر بس. النهارده قلت بقى اتسلى معاكم كده واجرب اشوف الروتين هيعجبكم ولا لا. لو عجبكم روتين المطبخ ان شاء الله اعمل معاكم على طول روتين في المطبخ. اتمنى بس يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك. لو في اي حاجة عايزينها مني او حاجة عايزين نعدلها في الفيديوهات بتاعتي، في حاجة مش عاجباكم برضو مفيش مشكلة، قولولي. انتوا بتنصحوا اختكم يعني. قولولي ومفيش اي مشكلة، وانا مش هزعل يعني. حتى لو حاجة مش عاجباكوا قولولي ظبطي كذا، اعملي كذا، الصوت، الصورة، الفيديو. عايزين فيديوهات معينة مني ماشي، قولولي برضو عايزين فيديوهات كده. اللي انتوا عايزينه كله قولوهولي، وانا ان شاء الله هعمله. ما فيهاش اي مشكلة لما ننصح بعض. كلنا برضو في الاول وفي الاخر اخوات. وان شاء الله اتمنى بس يعجبكم، اشوف رد فعلكم على الفيديو ده ايه. لو الفيديو تمام هنزل فيديوهات كده. ما عجبكوش بس طبعا جوه المطبخ يعني. لاني انا محتوية في المطبخ. قولولي برضو اللي عاجبكم اللي مش عاجبكم، وانا احاول برضو اظبط من نفسي شوية واعدل اي حاجة عايزينها تتظبط يعني. طبعا فاهمين قصدي ايه. هنا طبعا انا غسلت المواعين اللي في الحوض كلها، لقيت حاجات تانية على الرخامة. مش بقول لكم المواعين بتولد. بشيل بقى كل اللي على الرخامة، احط كله في الحوض. بس طبعا كان الحوض عندي اتملى، فلقيت الكام صينية دول قلت اكملهم، يعني عشان ندخل على حاجة حاجة ما نكومش كله مرة واحدة. خلصت من الحوض الاول، وبعدين هدخل على الرخامة انضفها، وبعدين هدخل على البوتاجاز.
والارض طبعا في الاخر. انا كان عندي كليم في الارض، انا بفرش في الارض كليم في المطبخ. شيلته طبعا. قلت اغسله بس الاول وهمسح معاكم المطبخ، ولما اغسله واجي افرشه برضه هوريهولكم. تمام، انا كده بفنش بقى الحوض. خلاص دي ما فاضلش الا الحاجات البسيطه دي خالص. هغسل بقى الحوض كويس بالحيطه اللي عند الحوض، اللي فوق الحوض دي، عند الحنفيه، بالحيطه اللي جنب الحوض وبالحوض نفسه. اخلصه كله وبعدين ندخل بقى على اللي بعده، حاجه حاجه. تمام، طول ما ايدينا في الحاجة، الحاجة هتبقى على طول نظيفة. هي المواعين عادي يعني، ده حاجة عندنا كلنا، كل شوية بيبقى في مواعين يعني الحمد لله. فبنغسلها. اهم حاجة بس ان احنا ما نكومش على نفسنا عشان ما نتعبش في الاخر، ولو تعبنا مش هنقدر نعمل اي حاجة يعني. ربنا يدينا الصحة كلنا ويقوينا يا رب على بيوتنا وعلى عيالنا، ويخليهم لنا كده يا رب. اوعي تكوني لسه ما حطيتيش اللايك. تمام كده الحمد لله، اول حاجة خلصت، خلصنا الحوض الحمد لله. كده اتأكدت ما فيش اي حاجة مش نظيفة، ما فيش مواعين. طبعا الرخامة ايه كان واقع عليها بس بن. كنت بعمل قهوة. وهنا بقى بشيل الحاجة اللي انا غسلتها. هغسل بقى الرخامة كويس جدا بحتة سلكة كده حلوة مع صابون المواعين. تمام، هنا بقت تمام اهي، حلوة وزي الفل. والحوض بقى تمام. هنا البوتاجاز بقى انا صورته والله من اول لما ابتديت اغسل فيه، بس ببص لقيت الكاميرا مش شغالة. فمعلش بقى، انا خلاص يعني كنت بنشف فيه. غسلته كويس برضو و... وبنشفه بقى طبعا. وغسلت العيون بتاعته وشطفتها بالمية وهركبها. انا ما بحبش افرش البوتاجاز فويل. انا بحبه كده علشان على طول اغسله يعني. لما كنت بفرشه فويل كنت بكسل اشيل واحط، لكن وهو من غير حاجة كده كل ما هيتوسخ بشوفه بعيني يعني. كل ما يتوسخ ببقى شايفاه، بقوم على طول شايله الحوامل بتاعته والعيون غسلاهم، واقوم غسله البوتاجاز. لكن طول ما هو مفروش طبعا الورق بقول خلاص لا، استنى شويه على الورق لما يتوسخ قوي وبعدين اشيله، لا كده احسن. اهو تمام، اهو بقى زي الفل. ركبت بقى العيون والحوامل بتاعته كده خلاص. الرخامه والحوض والبوتاجاز بقوم كده زي الفل، مفيش اي حاجه. هنيجي بقى على الارض، حطيت بقى في الجردل ده شويه صابون سائل بتاع المواعين وحبه كلور وميه سخنه. وهدعك بس كده بالمقشه الخشنه. تمام، هدعكه بقى كويس جدا وبعدين هلم الميه بالشرشوبه وانشفه وهوريه لكم برده بعد ما يخلص. تمام، انا زقيت البوتاجاز كده شويه. تمام، هنا الحمد لله الحمد لله خلصت كل المطبخ. طبعا شلت الكليم وغسلته ولسه ما فرشتوش بصراحة. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.